خلي بالك انا زعلان منك، بس المره دي هعديها مع انك ما سالتش عليا الفتره اللي فاتت دي كلها. انا عارف ان انا غايب عليكم الفتره دي، بطول ما بين كل فيديو والتاني، بس انا بجهز لحاجات لذيذه يعني كده بين فتره والتانيه. بس قول لي، ليك في الحاجات القديمه؟ عشان احنا في حلقه النهارده معانا حاجات لذيذه كده قديمه شويتين، وممكن انت كمان ما توعاش عليها، فلو ليك فعلا في الحاجات دي كمل معايا لاخر الفيديو. ويلكم باك، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مازن مصطفى في حلقه جديده. بص يا صديقي، حلقه النهارده هي بدايه سلسله جديده. لغايه دلوقتي ما استقرتش على اسم، بس انت هتشوف الاسم كده كده في الثامبنيل او هتشوف في التايتل بتاع الفيديو. بس هو حاجه في اللذيذ. تصل مفيد ان السلسله اللي معانا دي هتتكلم عن حاجات قديمه، سواء بقى انقرضت او لسه موجوده لسه ليها استخدامات. المهم ان هي تكنولوجيا موجوده من زمان، حتى لو تطورت بشكل او اخر دلوقتي، بس احنا هنستعرض الشكل بتاع زمان في اي بقى وقت كان. فمن غير لك كتير، قبل ما نبدا الفيديو يا ريت لو تعمل لي لايك، وطبعا الكومنت في اخر الفيديو تقول لي بقى رايك في شويه الحاجات اللي عملناها في الفيديو. بس مفيش مانع ان انت تقول لي كومنت دلوقتي برايك في السيت اب، الزوايا الجديده اللي بنصور منها والديكور الجديد. يعني بحاول اروق عليك اهو عشان ما تزهقش من الكادر التقليدي بتاع كل مره. فعزيزي من غير ما اطول عليك، نيجي لاول حاجه معانا، وهي الجهاز الغريب العجيب ده. حتى بص كده، بص المنظر عامل ازاي. هو في مشكله واحده بس، ان هو محتاج بطاريه. مشكلته الوحيده ان هو محتاج بطاريه، وانا للاسف جيت اصور لقيت ان بطاريته فاضيه. فاحنا هنكتشفه كده اكتشافا سريعا، وبعد كده هنبقى نجربه في فيديو تاني من ضمن فيديوهات السلسله. بص، هو بيتفتح كده، عندك فلاشه، اوكي، تفتح هنا هتلاقي مكان البطاريه. يعني مش عارف هيبان في الكاميرا ولا لا، بس البتاع ده مساحته 128 ميجا. انت متخيل؟ مساحه جباره اعتقد وقتها يعني. وعندك في الجنب كده هتلاقي الزراير بتاعت ده كده زي زرار لوك للجهاز، بحيث ان هو ما يغيرش حاجه او ما فيش زرار يشغل حاجه، وتعلي وتوطي وتحط الهيدفون جاك من هنا. وهنا زي تقلب، يعني تمسك الجهاز كده تعمل كده تعمل كده، فاهم؟ يخش على الاغنيه اللي قبلها اللي بعدها الحاجات دي. ده ببساطه لو انت لسه ما اكتشفتش لغايه دلوقتي، فهو ام بي 3 بلاير. حاجه كده كانت موجوده زمان. اعتقد ان ده بعد الووكمان والكاسيت والكلام ده، لان هو شكله حديث يعني شويتين ثلاثه بالنسبه للحاجات القديمه. يعني بص الشكل عامل ازاي، يعني بص الشكل بتاعه عامل ازاي. حاجه كده لذيذه، فاهم؟ تشغل عليه بقى قرآن، تسمع عليه حاجه، عندك مثلا تسجل من عليه حاجه تقريبا في مايك هنا اهو، برضو تسجل من عليه حاجه برضو تقريبا في مايك هنا. فحاجه لذيذه وصغيره، فاهم؟ وتقريبا ليه الميداليه بتاعته اعتقد. فنسيبه على جنب ونخش لتاني حاجه معانا النهارده، وهي شويه سماعات كده غريبه. نبدا بس باول حاجه معانا، دي سماعه تقليديه، اوكي، ما فيهاش اي حاجه خالص. هي ما فيهاش حرفيا اي حاجه خالص، يعني لو تاخد بالك كده تلاقي ان ما فيهاش مايكروفون او زرار، فاهم؟ اللي هي الحاجات بتاعت زمان. والسماعه دي اعتقد ان هي من زمن بعيد يعني. بس لذيذ ان هو عامل لك لون ولون هنا، فمش مشكله. مش دي القصه اللي معانا. لا، هوريك حبه حاجات، وفي سماعه معينه انا عايزك تشوفها، تمام؟ لان انا مستغربها حتى. دي بقى اكثر رقي شويه، على الاقل هنا موزع لك السلك من بوينت معينه، فاهمني؟ برضه مفيش مايك ولا اي حاجه. طبعا انا مش هجرب معاك الحاجات دي لان في منها اللي شغال ولا لا، انا جايبها لاجل بس الاستعراض عشان اوريك الحاجات اللي كانت موجوده زمان، اوكي؟ واشكالها. لكن انت مش هتبقى فرحان ان انت تجرب حاجه زي دي، يعني خدها مني نصيحه. ودي حاجه قبل الاخيره، يعني برضو زيها زي الحاجات الباقيه. بص كده، بص على الديزاين بتاع السماعه كان عامل ازاي وقتها. الغريب بقى في الموضوع مش 3 سماعات، انت اكيد مش جاي الفيديو عشان تتفرج على ال3 سماعات دول، انت جاي بالمناسبه ده الدرع بتاع اشتر كتكوت ايام ما كنت ثانويه عامه بقى وكده، تمام؟ بس هو للاسف مش باين في الفيديو يعني. نيجي بقى للسماعه الاغرب، فاهم؟ وهي السماعه دي. السماعه دي هي ايه؟ عارف انت الذوق او الدوق اللي كان بيبقى في الفيديوهات ولابس نظاره كده، او في المسلسلات الحاجات القديمه بيبقى لابس نظاره عدسه واحده؟ دي تحسها كانت معموله عشانه هو. يعني بص المدخل بتاع السماعه، فاهم؟ بص الجاك عامل ازاي. هو طويله جدا، يعني انا ما اقدرش افكها الصراحه، يعني هي طويله جدا جدا فعلا. وده المنظر بتاعها. يعني اتمنى اللايت يظبط والفوكس يظبط، بس ده كده المنظر بتاع السماعه. صوتها مش واو، مش اجمد حاجه خالص، والكواليتي مش لذيذه، بس هي حاجه ويرد. انا برضه مش عايز اطول عليك فيديو النهارده، في نفس الوقت اخوك مسافر، يعني المفروض هينام عشان هيسافر الصبح. بس طبعا ما اقدرش اتاخر عليك اكتر من كده، فكان لازم اصور فيديو حتى وانا اوف خالص. نيجي بقى يا صديقي للحاجه اللذيذه دي، وقد تكون انت وعيت عليها. شايف الجمال والاناقه والشياكه
طبعا سيبني اطبل لان دي نوكيا معلش، وانا اول تليفون امسكه في حياتي كان نوكيا، ف ام سوري بس لازم تعدي لي الموقف ده. هو الكاوتشه دي مش بتاعتها، بتاعت سماعه ريلمي، بس اتس اوكي يعني فاهم، عشان نكمل فيديو. دي موجوده معايا من زمان، اعتقد من ايام ما كنت في ابتدائي، فكويس ان هي قاعده لغايه دلوقتي يعني. حتى بص الحاجات المكتوبه هنا. اوكي، لو جينا نشغلها، دي بقى الحاجه اللي نقدر نشغلها دلوقتي. لو جينا نشغلها هتلاقيها لازم تفضل تعلق كده لغايه ما اللمبه الليد تنور. تمام كده اللمبه الليد نورت. عايز اقول لك ان السماعه دي ما رضتش تشتغل على التابلت، فانا اضطريت ان انا الغي الكاميرا بتاعه الموبايل بتاعي عشان اشغلها عندي، ان هي شغاله عندي. اوكي، تعال نجرب بقى الساوند بتاعها دلوقتي. بس كده عشان اشغل الساوند بتاعها فانا محتاج افعل ابلكيشن معين يحولها من سماعه بلوتوث او سماعه مكالمات عاديه لسماعه تقدر تشغل عليها وسايط بشكل عام، سواء كنت بتتفرج على اليوتيوب او تشغل مقطع صوتي او اي حاجه من الحاجات دي كلها. بص انا مش عارف الصراحه اذا كان الصوت واضح ولا لا، بس اللي اقدر اقوله لك ان الصوت بتاعها مش افضل حاجه، هي دوبك سماعه مكالمات فعلا. كمان راعي الزمن، هي ايام ما كنت انا في ابتدائي يعني، ممكن 2014 ل 2016 حاجه في الرينج ده، فمش افضل حاجه نهائي يعني. بس بالنسبه لوقتها اعتقد ان دي كانت طفره. لابد انها كانت طفره لا شك في هذا يعني. تعالى بقى نختتم الفيديو بتاعنا بحاجه انت ما تتوقعش ان تبقى معانا النهارده. قد يكون الاجزاء اللي فاتت ما جاتش معاك خالص او مفيش حاجه عجبتك منها، لكن انا اؤكد لك ان الحاجه دي انت ما كنتش تتوقع فعلا ان هي كانت موجوده. تعالى يا معلم اوريك التحفه ده. مش عارف ايه ده يعني، انا شفته فاهم، مش متوقع ايه ده لغايه ما استوعبت. اللي هو انت بتهزر، انت بتتكلم بجد يعني. انا حاسب لك كده كام ثانيه تقتنع بهذا الاختراع، فاهم. انا بحب اطبل النوكيا يا جدعان. انا اول موبايل مسكته في حياتي كان نوكيا، فاهم. كان نوكيا 2110 اعتقد، 2100 اعتقد يعني، فاهم. فقررت، عرفت ايه ده ولا ايه الدنيا. بص يا صديقي، نركن الوصفه دي بس على جنب. ده ببساطه باور بانك، يعني قد تكون غريبه شويه على مسامعك، بس ده فعلا باور بانك. يعني شايف الكتله الصغيره دي بتتشحن من هنا بشاحن ابره تخين، معرفش اذا كنت حضرت الحاجات دي ولا لا. اوكي، وعندك ادي الشاحن الابره التخين اهو. انا عشان بشحن شاحن ابره رفيع الحاجه اللي عندي اللي هي السماعه البلوتوث، فحط فيه الوصله دي وشكرا. هو لما يجي يشحن هتلاقي ان اللمبه دي نورت اخضر، تمام. لكن لما تشغل الزرار تلاقي ان اللمبه الحمراء دي نورت. حتى تعالى نجرب دلوقتي لو حطيناه في السماعه البلوتوث. بص اتفرج كده، يعني انت لاحظت انها نورت، فاهم. هو بيحتاج ثبات عندي شويه، يعني واخد بالك انت شايف السماعه بتنور ازاي. فاللي هو بجد مين كان يتخيل ان زمان في حاجه اساسا اسمها باور بانك. انا كنت فاكر ان ده مجرد اختراع حاجه جديده يعني بالنسبه لنا احنا، طلع ان هي موجوده اساسا من زمان ونوكيا سابقه. فمعلش يا جدعان محدش يكلمني على الانتماء بتاع نوكيا، لان هي طلعت سابقه في كل حاجه يعني. تعالى بقى نركن الحاجات دي كلها على جنب. ما اقدرش اقول عليها كراكيب بصراحه، ان هي حاجات ذات قيمه، فاهم. والواحد برضه بيتعب اول ما يلاقي الحاجات دي. انا عارف ان انت بتسال ايه البطاريه الغريبه اللي موجوده من اول فيديو دي وليه ما استعملناهاش ولا حاجه. هي كانت المفروض تبقى نستعملها في الام 3، تمام. بس هو كده كده البطاريه مش مقومه قوي يعني، فما استعملناش، فسايبينها كده كديكور. وبس كده يا صديقي، دي كانت كل حاجه معانا في حلقه النهارده. اتمنى ان تعمل لايك وتسوي سبسكرايب. سبسكرايب يا طعميه، لا تنسى تفعل زر الجرس على الاول وتقول لايك في التغيير البسيط ده. والحلقه النهارده عجبتك ولا لا؟ ولو كان فيها مشكله صغيره بالنسبه لك او كان في حاجه في الحلقه ما جاتكش، اتمنى ان انت تعذرني شويه، لان الحلقه دي معموله على عجله حرفيا. انا بس حبيت ان انا حاجه زي دي اعملها وانزلها بدري وما اطولش عليك اكتر من كده. اتمنى يكون الفيديو عجبك. اهم حاجه الكومنت واللايك ما تنساش. كان معاكم مازن مصطفى، اشوفكم الفيديو اللي جاي. مع السلامه.